السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخلافات الجزائرية المغربية الدبلوماسية كانت تقريبا منذ الاستقلال، ومع ذلك لم نشهد توتر في العلاقات بين البلدين لما وصل به الآن، وهذا لدخول الكيان الصهيوني إلى الخط بين الإخوة الأشقاء. في الجزائر بالرغم من غلق الحدود البرية مع المغرب منذ 1994 إلى أن بقيت العلاقات الدبلوماسية بشكل عادي. ما حدث هو تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني عسكريا وتهديد الكيان للجزائر بشكل رسمي. الصهاينة يريدون حربا بين الإخوة الأشقاء لإضعافهم. صدقوني، الصهاينة لا يهمهم لا الجزائر ولا المغرب، بل بالعكس يريدون تدمير كل شيء عربي. وفي هذا الفيديو راح نتعرف على بعض التفاصيل من هذا المغربي المناهض للتطبيع. هو يعرف جيدا لماذا التطبيع سيقود الدول للخراب. تابعوا هذا الفيديو جيدا. خراب على الباب بيبي والخراب على الباب اننا غادي نوصلوها. حنا وصلنا بالضبط، راه قلنا هذه عامين قبل ما نوصلوا ليها وحنا وصلنا ليها. والصهاينه لذلك نحذر من ان التطبيع هو الطريق السيار نحو الخراب، لوتوروت للخراب. والتطبيع سيؤدي حتما وقطعا للحرب بين المغرب والجزائر. والحرب بين المغرب والجزائر يعني انفكاك كيان يسمى المغرب وكيان يسمى الجزائر. ما هي إلا الشهور لا قدر الله إذا انخرطنا في هذا الشيء اللي كيعملوا الصهاينة يوميا، وعندنا تسجيلات من قادة الصهاينة لإشعال هذه الحرب. إذا اندلعت بعد شهور لن يبقى حتى واحد كيهضر على المغرب. غادي نوليو نهضروا على كيانات اخرى وعلى حروب اخرى، وغادي نساو الناس شي حاجه سميت المغرب، وغادي تبقى شي حاجه سميتها الدوله المغربيه. ما غادي يبقى حتى شي حاجه سميتو هذا النظام المغربي. وكذلك الجزائر. والخرائط، حنا عطينا الخرائط اللي كيرسموها وكيعمموها القاده الصهاينه من الصف الاول. هذا الشيء علاش مازال ما دخلش للناس، بعض الناس الراس عجيب. وحنا شفنا المأساة ديال الفلاحين يغزر نفيقيك. هذا استغلالات فلاحية حوالي 40,000 شجرة نخيل من أجود التمور ديال بوفقوس وأزيكزا الآن أصبحوا ثكنات للجيش الجزائري، في حين كانوا استغلالات فلاحية لفلاحي فيقيق المغاربة. شكون اللي غادي يعوض هاد الفلاحين؟ ماذا صار أمرهم الآن؟ لماذا أصبحت استغلالاتهم ثكنات عسكرية؟ وهذه البداية، والجاء القادم أسود وأسوأ. وهذه استغلالات. علاش الجزائريين ساكتين هذه العقود كلها إلى هذه الأرض ديالهم؟ بالنسبة للجزائريين تيقول لك حنا تنعتبروا بحال المغاربة بحال الجزائريين، كيستغلوها الله يخلف، ما عندنا مشكل. لكن علاش دابا قال لهم نوضوا تخويو وهي أرض جزائرية؟ الحدود ما عندها معنى أنثروبولوجيا وإنسانيا وتاريخيا. الحدود بين المغرب والجزائر لا معنى لها، وما عندنا الوقت نفصلوا فيها. لكن بالقانون هذه أرض جزائرية. ونشر في الجريدة الرسمية أن الملك ديالنا الراحل ورئيس ديالهم الراحل هو ريبو مدينو الحسن ثاني موقعين اتفاقية نشرناها احنا، راه نشرت مقال مفصل وفيه نسخة ديال هذا. ولذلك المغاربة قال لهم اسكتوا زيدوا كذا. لكن الجزائريين علاش طردوهم دابا؟ وهذه عقود ما عمر حتى واحد هضر معاهم. لأن بن شباط مستشار ما يسمى الأمن القومي في الكيان الصهيوني، والذي وقع التطبيع باسم الكيان الصهيوني هنا في المغرب، دار تصريح يقول فيه، وهذا هو السبب، تيقول بأن غادي نصدروا في الحكومة طابع بريد ديال تامبر في خريطة المغرب ماشي فيها غير الصحراء المغربية، فيها حتى الصحراء الشرقية، وتلقوا الذباب الإلكتروني ديالهم يشرحوا ما معنى هذا الشيء. بمعنى كولوم بشار وقرارة والقنادسة حتى تلمسان ووهران، هذه الصحراء الشرقية. بمعنى إشعالوا الحرب بين المغرب وبين الجزائر. هذا هو. والآن عاود شفنا لي زيسكارموش مؤخرا في واد الزلمو، وتقطعت العلاقات وتغلقت الأجواء. يعني غاديين بالتطور ديال التصعيد الأسوأ. ولذلك كان نطلب من الله السلامة
ونطلب من الشعب، هو شعب واحد في دولتين، الشعب المغربي والجزائري، أنهم ما يمشيوش وراء الذباب الإلكتروني الذي يسعره المستوى الأول في صنع القرار في الكيان الصهيوني والمخابرات، وأنهم يتعقلوا، لأن اندلاع الحرب بين المغرب والجزائر يساوي انفكاك المغرب والجزائر معا. كما شفنا وسمعنا ما قاله هذا المغربي الحر الواعي، هذه هي الحقيقة من مغربي صادق. يجب مقاطعة صفحات الفتنة وكل ما يدعو إلى التفرقة بين البلدين. نحن لا نتمنى الحرب، ونتمنى عودة العلاقات، وبدل تطبيع المغرب مع كيان المحتل نتمنى أن المغرب تطبع مع الجزائر. في الأخير، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك. سلام.